السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض مشروب الشوكولاتة السخنة الهوت شوكليت، محبوبة جدا في فصل الشتاء، وهقدمها لكم بثلاث طرق مختلفة. ومش بس كده، ده احنا كمان هنعمل مع بعض بودرة الهوت شوكليت. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف المكونات. وأول حاجة هننزل بيها كوباية من السكر البودر، بعد كده هننزل بنص كوباية من الكاكاو، والكاكاو اللي انا استخدمته هنا كاكاو خام فاتح. وبعد كده هضيف عليهم نص كوباية من الكريمة، ونص كوباية من النشا، ونص كوباية من اللبن البودر. واخر حاجة معانا شوكولاتة مبشورة نص كوباية، ودي اختياري، اي نوع شوكولاتة انت حباه. وبعد كده هنزل بظرف من الفانيليا. ويا ريت يا حبايبي اللي كمل معانا لحد هنا ما ينساش يدعمنا باللايك، واللي اول مره يشوفنا اتمنى ينورنا بالاشتراك. ودلوقتي نقلب كل المكونات مع بعضها، نقلبها كويس جدا عشان تختلط ببعضها. ودلوقتي هنجيب بطرمان نعبي فيه بودرة الهوت شوكليت. واثناء ما احنا بنعبي كده لقيت الكمية كبيرة والبطرمان اتملى، فجبت بطرمان كمان. ما شاء الله طلع لنا كمية حلوة من الهوت شوكليت. ودلوقتي نجرب مع بعض بقى كده نعمل كوباية. هناخد هنا معلقة كبيرة من بودرة الهوت شوكليت، والمعلقة دي تعتبر مقدار لكوباية واحدة. بعد كده هضيف كوباية من الحليب. لو انت مش عايزة تعمليه بحليب ممكن تستخدمي مية عادي، مفيش اي مشكلة، لان طبعا بودرة الهوت شوكليت فيها اساسا حليب بودر. والحليب اللي انا بضيفه ده طبعا بدرجة حرارة الغرفة، يعني مش سخن ولا حاجة. ونقلب بقى كده على البارد. وطبعا انا مش هضيف سكر لان انا هنا هكتفي بالسكر الموجود في بودرة الهوت شوكليت. اما بالنسبة لاي حد تاني لو حابب يزود سكر فدي حرية. وبعد كده هرفعه على النار، وطبعا مع التقليب من وقت للتاني. وبعد كده اول ما تلاقيه بدأ يغلي من الجناب كده تكوني مجهزة الكوباية ونصب على طول. وممكن تقدميها بالمارشميلو وترش عليها شوية كده من بشر الشوكولاتة، هتديكي بقى كده شكل وطعم حاجة كده فاخر من الآخر. وطريقة تانية ممكن تقدميها زي ما هي كده وتنزلي عليها بشوية من بشر الشوكولاتة. والطريقة التالتة ممكن تضيفي عليها معلقتين كده من الكريم شانتيه وتنزلي عليها بشوية برضو من بشر الشوكولاتة. وبكده اكون قدمت لكم 3 طرق مختلفة لتقديم الهوت شوكليت. وطبعا ممكن تقدميه سادة، ده كله بيرجع على حسب ذوقك انتي. والهوت شوكليت من المشروبات المحبوبة جدا في فصل الشتاء، وكمان انتي عاملاها على ايديكي وشايفة كل المكونات، مفيش انضف ولا اجمل ولا احلى من كده. ويا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة نال اعجابكم واستفدتوا منه، واشوفكم على خير الفيديو الجاي، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.